من أيام كان صانع المحتوى الجزائري مهدي شطاح في رحلة استكشافية في ليبيا، وفي مقطع من الفيديو اللي نشره عن رحلة في قناته على يوتيوب عمل له أزمة. فايت علينا كورتاج السيارات كلهم دايرين شغل هكذا فايس روز. شوف شتو هذا الروز هذا اللي لهنا، شو مات هذا؟ حمام العروسة. حمام العروسة. العروسة رايحة للحمام. كم السيارة؟ 4 5 دايرين تشليقات روز. والسيارات اللي داخل كلهم نساء، ما كاش رجال. هي العروسة، هي العروسة. العروسة لفتنا على العروسة. هاي العروسة، هاي العروسة، فايت العروسة. هاي العروسة. ايوه الحكاية انه صديقتي لهنا امازيغية، خلونا نديروا التيست تاع اللغة تاع الامازيغ. القبائل لما يتبعوني قولوا لنا اسكو القبائل ديالهم كيف ولا لا. دقيقة اعطيني اشرحي لي البرنامج اللي حنقولوا بصح بالقبائلية ديالكم تاع ليبيا. نتشنو سيدي ينزر إلل وينزر القهوة تيدي سنيلل وبعدين يعني نقول ينزر متاني باقي ناس. طيب طبعا انتم بتدوروا انه فين الازمه، يعني الفيديو ما في اي شيء. يعني القصه انه مهدي محتواه كله عن السفر واستكشاف البلدان، وعنده في حسابه على تيك توك 600 ألف متابع، وعلى يوتيوب عنده أكثر من 480 ألف مشترك. مهدي زي ما قلت لكم كان في رحلة للعاصمة الليبية طرابلس، وخلال رحلته لهناك التقى بفتاة ليبية ساعدته في التصوير، أخذته في سيارتها لزيارة أماكن يشوفها في المدينة، وطبعا مهدي بيصور كل شيء. يعني المهم من 3 أيام نزل الفيديو أو الفيديو الرحلة الكاملة يعني على قناته في يوتيوب، وهنا بدأت الانتقادات تنزل على مهدي والفتاة من قبل بعض الليبيين اللي اعتبروا مهدي خاين وما يعرف في القيم والأصول، لأنه طلع في السيارة مع فتاة ليبية لوحدهم، والبنت الليبية كمان نابها من الحب جانب، واعتبروها تمردت على العادات والتقاليد. بعض الغاضبين وصل فيهم الغضب أنهم يطالبوا الجهات الرسمية أنها تتدخل. بعد كل هذا الجدل اليوتيوبر رد في فيديو شرح فيه اللي صار، وقال يعني بالمختصر انه ايش في يا جماعة، قلبتوا الموضوع حرب كده ليه؟ يعني حسيت نفسي هذا المرة في ليبيا شغل عاملوني كأنني غريب، اوكي، كأنني مش قاع جزائري. يسمى انا صورت مع بنت برا ورات لي البلاد بجانب احترام، رجعوني انا خائر، رجعوني ما نمثلش الجزائر، رجعوني تعديت على الحرمات. من هذا المنبر خاوتي من عندي واحد ما يزيد يقول لي خاوه، احنا ماشي خاوه، كل واحد وبلاصتو، كل واحد في مكانه. اوكي سمحنا الجزائريين، شكرا بزاف الليبيين، واعتذر منكم اذا غلط، بصح ما تزيدوش تقولوا انه خاوه، لانه انا ما شفتونيش درت عفسه ماشي منها. انا تلاقيت مع بنت برا عاونتني، صورت عادي، جاو بزاف صناع محتوى من العالم العربي وصوروا في الجزائر وكانوا معاهم نساء عادي نورمال، حنا وراو المشكل. إذا متابعينا الكرام كما شاهدتم وكما استمعتم، هذا قال لك مجددا مؤثر جزائري ذهب إلى ليبيا، قال لك باش يستكشف ليبيا، فإذا به يتسبب في أزمة مع الليبيين. أنا صراحة ما كتهمنيش حيثيات الموضوع، التفاصيل ديال الموضوع، الأسباب ديال الموضوع، بكثر ما يهمني أن هاد الجزائريين سبحان الله العظيم ما بقاوش مقبولين، ما بقاوش مقبولين في أي من دول العالم، خصوصا دول الجوار، لا معنا في المغرب دايرين شي علاقات جيدة، لا مع الموريتانيين دايرين علاقات جيدة، لا مع مالي، لا مع النيجر، لا مع ليبيا، لا مع حتى التونسيين. التوانسه لو ما كانش هذا اللي حكمهم هذا المكلخ ديال بوبريز ديال قيس سعيد، لو كانوا حتى هما شدوا على هذه الحظيره وشدوا على هذه الزريبه وما ارتموش في حضن طريقهم الخاسر. لكن هادو اللي كتسموا بالمؤثرين الجزائريين على هذا السنه اللي بداوها الان سنه 2025 بداوها سنه سوداء. البدايه كانت من فرنسا، ومن فرنسا انتقلت لدول أخرى في أوروبا، والآن حتى في دول الجوار ديال حضارة الجزائر. هو هذا مشى لليبيا، نوض صداع في ليبيا، مشى خرج مع شي بنت تماك والناس ما عجبهمش الحال ونوضوا الهيلاله، وانتم شفتوا في نهاية الفيديو بدا كيقول حنا ماشي خاوة. في نهاية الفيديو أصبح يتهجم على الليبيين، قال لك حنا ماشي خاوة.
وانا اتفق معه صراحه، لان هذا اللي غادي يقول خاوه مع هاد الزريبه مع هاد الحاضره ديال الجزائر ما عندوش العقل. هذا اللي غادي يدعي الاخوه مع هاد المصايب الكحله راه ما عندوش العقل، ما عندوش العقل. ما يمكنش شي حد يكون اخ مع زريبه ومع سكان ديال الزريبه وسكان ديال الحضيره، وما يمكنش شي حد يكون اخ مع هاد المخلوقات اللي ما عندهاش العقل. واتحدث على الجزائريين، ما عندهم لا عقل لا تفكير لا منطق لا حس انساني لا حس اخلاقي لا اداب لا والو. ديما مقلل الاداب في كل الاماكن اللي كيمشيو ليها. قله الاداب، السبان، المعيور، الهضره الخاسره، الهضره المطيحه، الهضره الكذا، السرقه، الكذوب، التزوير، كل شيء. وما كيحترموش الناس وما يحترموش البيوت ديال الناس وما كيحترموش البلاد ديال الناس. البلاد اللي مشاو ليها يبداو يعيبوا ويخسروا ويسبوا وكذا. حنا شفنا شنو كان وقع في الكوت ديفوار، كاس افريقيا ديال الكوت ديفوار، وشفنا كيفاش تعاملت معاهم الكوت ديفوار. شحال من جزائري منهم هذاك البقره هذيك صوفيا باللامان دافونيست حتى هي جراو عليها، مشاو دخلوا عليها بالقوات الخاصه، شدوها الجيش ديال الكوت ديفوار شدوها وطردوها من البلاد. يعني مكروهين لا في العالم العربي لا في الدول الافريقيه لا في الدول الاوروبيه، مكروهين في كل شيء. حتى شي حد ما حاملكم. ويا ربي تشوفوا شي طريقه تنسحبوا من كاس افريقيا باش ما نشوفوش كمرتكم عندنا. مصيبه كحله والله العظيم، الا مصيبه. وابتلينا بهاد الزريبه بهاد الحضيره اللي ديما كنقول لها جرثومه في المنطقه، وتصدر هاد الوسخ للدول ديال المنطقه ولدول العالم، خصوصا الدول اللي هي قريبه من حضاره الجزائر. دوله جرثوميه وتصدر الجراثيم فقط، ما مقبولينش في اي من هذه الدول. فيما مشاو منوضين الصداع، لا المواطنين ديالهم ولا المسؤولين ديالهم ولا الدبلوماسيين ديالهم، فيما مشاو دايرين صداع، وفيما مشاو مكروهين بالحكومه بالشعب كل شيء، فيما مشاو مكروهين. وفي نهايه المطاف بداو يسبوا ويعايروا، وحنا ماشي خاوه. هو دابا هذا كان في ليبيا كان عاجبو الحال، دابا فاش رجع حيتاش انتقدوه بدا كيعاير فيهم وبدا كيتطاول عليهم. علاش كنقول ديما كنقول للمغاربه ما تثيقوش في الجزائريين، ما تثيقوش في الجزائريين، راه جراثيم وغداره، ما ديروش فيهم الثقه نهائيا باي حال من الاحوال. وهذه الرساله ديما كنحاول نوصلها للمغاربه اللي هما الجاليه ديالنا في الخارج. ما عمركم ما تثقوا في الجزائريين ابدا. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام من خلال هاد الفضيحه الجديده لما يسمى بمؤثر جزائري في ليبيا. خلوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم. نشوفكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل. لا غالب الا الله. عاشت المملكه المغربيه الشريفه.